السادسة والعشرون من أحكام الصيام. سؤال مبطلات الاعتكاف. وسؤالنا النهاردة: ما هي مبطلات الاعتكاف؟ الإجابة على هذا السؤال نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. أما بعد، بطلات الاعتكاف: يفسد الاعتكاف بالجماع، ويحرم على الاعتكاف أن يفعل ما يؤدي إليه كالتقبيل والمجمع، كما يفسد الاعتكاف بالخروج من المسجد دون ضرورة تدعو لهذا الخروج. أما الخروج لضرورة كصلاة الجمعة أو قضاء حاجة طبيعية كالبول والغائط والاغتسال وشراء ما يلزمه وشراء ما أكله ومشربه فلا يبطل الاعتكاف. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يباح للمعتكف أن يأكل وأن يشرب وأن ينام في المكان الذي هو محل اعتكافه، ولا بأس بحديث مع غيره في أمور أحلها الله وتقدير وتقضي حاجات الحياة، إلا أنه ينبغي للمعتكف أن يشغل اعتكافه بقراءة القرآن وذكر الله ومطالعة العلم النافع كل قول طيب وعمل صالح. وينبغي له ألا يشغل نفسه بالأعمال الدنيوية بيع وشراء والتجارة، لأن ذلك لا يتناسب مع الأهداف السامية التي اعتكف من أجلها، للتخفيف من كل ما يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا وليس للاعتكاف مدة معينة فهو يتحقق ولو لمدة يسيرة، ما دام قد نوى أن تكون هذه المدة التي يقضيها في المسجد اعتكاف، وذلك بفضل الله ورحمته بعباده. وهذا بالنسبة للاعتكاف المطلق. أما إذا نزل أن يعتكف لمدة يوم أو يومين أو أكثر فعليه أن يوفي بنذره. يرى المالكية أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سنكمل في الحلقة الآتية ما كان من أحكام الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.